السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو نفسك في جلاش حلو ومورق ومقرمش كده من بره وطري من جوه فالفيديو ده ليكي. من اول لقمه هتعرفي ان الوصفه دي تستحق التجربه. هنعمل احلى جلاش في البيت بطعم المحلات واحلى كمان. يلا بينا نبدا الفيديو ونشوف الجمال ده طلع معانا ازاي. معايا هنا لفه جلاش قسمتها نصين، وهبدا اقطعها بالشكل ده، فردتها كده وهبدا اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا اقطعها بالطول وبالعرض، وبحيث وظبط السكينة علشان القطع تطلع معاكي متساوية. هبدأ اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. قطعتها بالطول وبعد كده هبدأ اقطعها بالعرض بحيث ان انا يطلع معايا القطعة مربعة بالشكل ده، وبعدين هبدأ اطبقها بالشكل ده زي المثلث. هبدأ بقى اعمل نفس الخطوات دي مع كل القطع. هحطه بقى في الصينية. الاشكال اللي انا عملتها هحطها في الصينيه وهنزل عليها بالسمنه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، من غير بقى ما اجيب كل ورقه جلاش واحط فيها ما بين كل طبقه وطبقه السمنه، لا. انا بقوم حاطه الجلاش في قلب الصينيه، وبقوم جايبه السمنه وبقوم حاطه عليهم السمنه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيطلع معايا حلو جدا. بدخله الفرن بيكون سخن عندي، وبيطلع معايا بالشكل الجميل ده بعد ما بياخد اللون الذهبي الحلو ده، وبنزل عليه بالشربات. الشربات بقى بيبقى عندي كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه، واول ما يبدا الخليط يغلي على النار بقوم نازله عليه بلا عصره ليمونه والفانيليا. وده شكل الجلاش الجميل الحلو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس.